السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم حبيب قلبي؟ كل متابعينا عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في اتم صحة وفي احسن حال. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم وبعود الايام. ربنا يا رب يبارك فيكم ويكبر بخاطركم جبر يتعجب له اهل السماء والارض. كل متابعين المحترمين اللي بيكتبوا لي كومنتات جميلة، الناس اللي واقفين في ظهري، انا مش هنسى وقفتكم بجد. جزاكم الله كل خير على كومنتاتكم الحلوه، وقفتكم الاحلى، وبشكر كل الناس اللي واقفه معايا، بشكركم جدا من كل قلبي. جزاكم الله كل خير. الله يصلح حالكم وحالنا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. حبايب قلبي، انت فين يا شيري؟ انا في شارع اسمه شارع عمر افندي. عند سيدي خميس، جامع اسمه مسجد اسمه سيدي خميس، مشهور جدا في شارع عمر افندي بشبين الكوم، عند محطة القطر بالظبط. انتوا عارفين ان انا بيتي عند محطة القطر. رحت بقى كده وقلت ايه التوابل بتاعتي، إيه يعني، بحسها كده ان هي خفيفه كده، كل ما اجي امسك تتطبق كده في ايدي. المسجد اهو يا جماعه زي ما بقول لكم اهوت، ما شاء الله. بصوا اجواء رمضان عندنا، اجواء رمضان في مصر حاجه تانية. والسر في الناس الحلوه اللي جوه مصر، الناس اللي محليه بجد. رمضان يا جماعه يقولك الجنه من غير ناس ما تنداس، الجنه من غير ناس ما تنداس. يعني حتى لو انت قاعده في جنه وبس ما فيهاش ناس، هتحس انت زهقانه مش عايزه تقعدي. انا بقى كنت عايزه اجيب بتاع يعني حاجه التوابل كده، واجيب اللي هي بتاعه المعاليه دي، لان انا بتاعتي يعني من تحت كده اتكسرت. يعني من تحت كده مكان المعالي ما بتتحط فيها كده من تحت اتكسرت وكده. فالمعالي ساعات بتقع منها من تحت وكده، فقلت لا اما اغيرها واغير بتوع التوابل. وجبت كمان ستيكر عشان المطبخ. انا كان عندي، انتوا عارفين يا جماعه المطبخ عندي اتحرق مره واتنين وتلاته في سنتين. سنتين اتنين بالظبط كان محروق 3 مرات، والله العظيم. فكان الستيكر كنت بشيله واحط غيره. وبعدين جه مرتين بعد كده الستيكر كان بيحرق اللي من فوق البوتاجاز بالظبط بالظبط. واللي فوق البوتاجاز وجنب البوتاجاز الستيكر اللي انا مكملاه يا جماعه، اللي هو من فوق السيراميك اللي في المطبخ. طبعا فيديوهات جايه كتير، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي سرق قناتي اللي كان عليها كل حاجه. الناس الجديده اللي هتلاقيها داخله القناه دي زمانهم بيقولوا انت قصدك ايه، احنا مش فاهمين حاجه. طبعا هصور لكم ان شاء الله، اخد لكم جوله في مطبخي باذن الله. واللي جاي يكون احسن باذن الله ان شاء الله يا جماعه. وجولاتي في الشوارع بقى، وجولاتي في المحلات اللي هروحها، كل حاجة ان شاء الله هصورها معاكم بإذن الله عشان تشوفوا عاداتنا وتقاليدنا في مصر. طبعا ليا اصدقاء من كل دول العالم، بقول لهم ايه اللي انتوا بتحبوه عندنا عشان انا اعمله. انا بقالي 5 سنين على اليوتيوب يا جماعة، انا قديمة على فكرة. المهم قالوا لي يا شيرين احنا دخلنا اليوتيوب ده عشان نعرف ثقافة وتقاليد الدول التانية، فاحنا حابين نشوف الثقافة والتقاليد بتاعتكم بتعملوا ايه والدنيا عندكم ماشية ازاي وعاملة ازاي وكده. قلت لهم بس كده عيون بس كده. فطبعا انا اصلا من عشاق شهر رمضان. انا كنت اتمنى شهر رمضان ده يكون نص السنه حتى، مش هقول لكم يعني السنه كلها، طب نص السنه حتى. بس يعني هو شهر عشان كده بيجي يشوقنا كلنا، وكلنا بنبقى مشتاقين له، كلنا بنبقى عايزين نعمل بهجه في البيت كده حاجه جديده كده كده، دي بتفرحنا برمضان. الناس هتقول شيرين ده متجدده على العيد، انت بتجددي رمضان ليه؟ انا عندي رمضان احسن من العيد. انا كشيرين اللي قدامكم دي والله العظيم رمضان عندها احسن من العيد. دي طبعا يا جماعه اللي انا بشتري منهم طبعا الحاجه بيحطوها لي في كيس اهوت زي ما انتم شايفين كده. بس انا هسيبها عندها لان انا لسه هروح اجيب حاجات تانية، فقلت لها خلاص خليها، وهجيب بقى حاجات تانية ويبقى معايا اكياس تانية وكده، فاهمني؟ فهحط دي في كيسه تانية. فالمهم طبعا حسبتها على اللي انا جبته، ورحت عشان اجيب الاستيكر برضو من المحل بتاع الاستيكرات اللي انا مصوره عنده مره واتنين قبل كده. الله ينتقم من اللي خد القناه. ان شاء الله اصور لكم فيديو تاني ان شاء الله من عنده باذن الله. علشان اكمل المطبخ زي ما قلت لكم، انا كنت عامله حته وحته، لان انتوا عارفين الستيكر لما بتعملوه كنت تروحي ما تلاقيش، ممكن تلفي محلات وما تلاقيش اللي انت كنت الرسمه اللي انت كنت مختارها اصلا، فاهمين ازاي؟ فطبعا قلت ايه خلاص، يعني انا هدوخ تاني عليه المره دي واشوف. فلقيت بكره يعني بصوا، ربنا اللي كان عالم لقطها كده بقى. الراجل صاحب المحل يقول لي جبتيها ازاي جبتيها ازاي؟ قلت له اللي محتاج حاجه بتبقى روحه رايحه لها، سبحان الله. لحد ما لقيت يا جماعه الستيكر اللي انا عايزاه. فقلت بقى ايه ابو احمد بقى، بابا جه دهن لي المطبخ، السقف والشباك وكده. وبعدين ابو احمد هيكمل لي الستيكر وهيكمل لي بقى شباك الطرقه وباب الحمام كده. يعني هنشوف ايه اللي كده عايز يتظبط في الدهانات، نظبطه ان شاء الله قبل رمضان باذن الله. وفي كمان حاجه انا هعملها باذن الله، حاباكم تعرفوها في وقتها ان شاء الله. انتظروني في اللي جاي. دمتم في رعايه الله واستودعكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.